السلام عليكم حبوباتي، السلام عليكم عميراتي، غزالاتي، حنوناتي، ان شاء الله يا ربي كامل راكم ملاح. كل عام وانتم بخير. حبيت نهديكم هذه التورته يعني بمناسبة العام الجديد. يعني هذا الفيديو صحيح انا يعني صورته في السنة الجديدة، بصح ما حبيتش نحطه، خليت حتى ان شاء الله بربي راح يدخل العام تاعنا حنايا. قلت نحط هذا الفيديو يعني تورته بالمقلاة، يعني سهلة واقتصادية جدا. قلت ممكن تستفادوا من هذا الفيديو ورايحين تدوا الفكرة ورايحين تجربوها ان شاء الله بربي، راح تحتفلوا. لو انه يقول لك حرام، يعني موش حرام ان نحتفلوا به، يعني بس هو هكا كرمز وكهدية مني ليكم. أول مرة يعني هذا العام الزاوج اللي نحتفل فيه معكم. هنا نقول شكرا شكرا بزاف بزاف على المشتركين تاوعي اللي كانوا يدعموني بهذوك التعليقات الشابين تاعهم، ونشكر كل واحدة انضمت لقناتي، نقولها شرفتيني ونورتيني حبيبتي، وان شاء الله بربي راح تكملي معايا المشوار للأخير. البنات هنا جينا للمقادير وطريقة التحضير. البنات هنا عندي كاس غير ربع حليب، وكاس غير ربع سكر، وكاس غير ربع زيت، وربع حبة تاع بيض، وساشي فاني، وزوج باكية تاع خميرة. عندي عطر الكراميل، وراح هنا نعبر لكم الفرينة، وعندي زوج مغارف كاكاو بني نواغ. البنات نواغ مشي بني. راح لازم البيض تاعكم يكون على حرارة، يعني على درجة حرارة المطبخ، ما يكونش من الفريجيدان طول. هنا البنات كما راكم تشوفوا راح نبدأ بالخلاط، يعني نضربهم مليح مليح مليح. لهنا البنات انا شوية ميلي هكا شويه البسينه ولا الغرفيه ولا ما على باليش كل واحده كيفاش تقولها، ميليها شويه باش تقدري تخلطي مليح. وهنا راح ندير المكونات تاوعي يعني واحد مورا واحد. هنا درت كاس غير ربع سكر، سمحوا لي البنات اني نغلط، كاس غير ربع سكر. ومن بعد راح نزيد يعني حنزيد نكمل المقادير التوعي بالتدريج. البنات كما قلت لخياتي ونشكركم بزاف 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 ونموت عليكم والله العظيم، نموت عليكم. كل واحدة دخلت في قناتي نشكرها بزاف بزاف بزاف، نتمنى انها راهي تستفاد من هذو لي فيديو. البنات انا حنحكي لكم على واحد الاخت، ان شاء الله بربي راحين يعني هي ماشي فاتحه قناه بصح تحاول تدعموها يعني غير بحاجه هكا. راح نقول لكم هي اسمها ام يوسف، في تسكن في خميسي مسامي سبيطار. عندها موهبه، يعني موهبة لشحال من حاجة، يعني تخدم لي طاخت كيما هكا، تخدم الحلوى، تخدم يعني تطبق لي سيرفيت هذوك تاع مثلا تاع ختانة تاع مولد، يعني مناسبة تاع عقيقة، تاع العرايس. عندها موهبة بزاف، بصح الموهبة تاعها يعني مختفية، ما قدرتش يعني مع بالحكم انها ما تخرجش بزاف وما عندهاش كل يعرفوها وشكون طلبت مني اني نساعدها اني نتوما تعرفوها. وانا جايه نطلب من كل حبيباتي وكل اللي يبغوني، وعلاه مشي من تسمسيلة ثاني كاين لي من تسمسيلة. راح نمشي اليوم نحط لكم يعني مقاطع من الصور اللي بعثتها لي في الفيديو السابق واش راهي خادمه. نتمنى كل وحده عجبتها حاجه وحبت تساعدها، وحبت هي راهي حابه تثبت وجودها، تخرج هذه الخبره تاعها، يعني هي عندها يعني كيفاش نقولوا حاجه ما تعلمتهاش، يعني عندها موهبه انها تخدم هذو كل صوالح. ان شاء الله بربي راح قلت لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نزيد نحط لكم واش درت. لهنا البنات كما شفتوني درت الكاس تاع السكر، ودرت زوج ساشي تاع الخماره، وكاس تاع الفرينه، سمحوا لي البنات كاس تاع الفرينه، وزوج باكيات تاع خماره، وزوج مغارف تاع كاكاو اسود. راح هنا نخلطهم مليح مليح ونبدا ندير الفرينه. البنات كما قلت لكم دوكا اني درت واحد، دوكا نقول لكم شحال درت لي فرينه كما راكم تشوفوا، يعني راني دايره لكم
ان شاء الله بربي راح نديروها وتجربوها بمناسبة العام الجديد ان شاء الله. يعني غير هكا وصاي، ماشي معناتها رانا نحتفلوا. ممكن يجوك ضياف ولا حاجة راح تديريها ولا في السهرة كيما هكا. معليش يعني ماشي شرط احنا ما. انا بكل صراحة مانيش عارفة، مازال ما على باليش الا راح نديرو ولا ما نديروش. هذه يعني قلت لكم هذا الفيديو يعني خدمته من قبل وكنت حابة نحطه، ومن بعد خفت من التعليقات السلبية بكل صراحة. يعني تقولوا لي علاش راكي تحطي وحنا ما نحتفلوش وحنا حرام وحنا هذيك. قلت معليش مش راح نحطها في ذاك الوقت اللي صنعتها فيه، خليتها حتى لهذو الايامات. قلت عليه ما نحطهاش، ممكن اخواتي يحبوا يجربوا كيكة المقلة، ان شاء الله بربي راح تعجبهم البنات. انا درت 2 كيسان ونص تاع فارينة البنات، 2 كيسان ونص، لان هكا الخليط تاعي راه نيشان، ما هو ثقيل ما هو خفيف. هكا نخلطها مليح، تحطي المقله تاعك يسخن فوق النار، ويكون مقله ما يلصقش. البنات هنا انا دهنته بشويه تاع الزيت، ما على باليش علاه ماشي موالفي يلصق لي المره هذه شويه لصق لي، بصح عادي نورمال. راح تحطي تقسميها على 3 مرات، تحبي تقسميها قبل في يعني في بول ولا مشيربه ولا ما على باليش، تقسميها باش تجيك يعني هنا انا عيني هي ميزاني. قسمتها على 3 مرات وطيبتها. وهذيك الكسرونه اللي كنت تشوفوا فيها الماء، هذه كاني دايره فيها شربات باش نشرب بهم الجينواز تاع المقلات. البنات في الماكينه راني دايره نص كاس تاع سكر، ودايره كاس تاع ما، وخليتهم يتغلاو يعني مابا واحد ل5 دقائق. يعني تبداي تحسبي ملي يبدا يتغلى 5 دقائق، ورايحه تنحيهم وتحطيها بجهه تبرد حتى كي طيبي لي جينواز تاعها كامل، رايحه تشربيها بهم. البنات عندي بابي كويسون هذاك اللي كتشوفوا فيه كيف راني مقطعاته، يعني صاي كرهته قلت لكم ماشي مليح، يعني ما تغلطوش وتشروه. لازم تتاكدوا راه كاين انواع في البابي كويسو، كاين اللي يلصقوا. هنا البنات كما راكم تشوفوا، هنا راني قلبتها على الاخر، طيبتها ونحيتها. يعني تنحيها بكل سهوله، يعني حاولي انك بس بركه ت... ت... يعني تنحيها بسباتيل ولا بكاش حاجه اللي عندك. يعني من الاحسن تكون سباتيل ولا هذيك المغرف اللي نخدموا بها لي تارت. المهم ليسونسيال تساعديها شويه راح تنحلك بكل سهوله، سورتو لكن المقله تاعك جديد وماشي راح يلصق لك. شوفوا البنات، حاولي انك تهزي المقله. شوفوا البنات هنا جات اسفنجيه، جات هايله البنات، جات روعه تحفه. شوفوا هاي عندك، راح تحاولي كيما هكا. دوكا راح نقلبها بلا ما تلصق لي بلا حاجه. يعني وكي تحطيها فوق النار مده الطهي لازم يكون الفرن تاعك ناقص، يعني تنقصي له للطرف وتخليها تغطيها وما تخليش الهواء يدخل لها كامل. لازم يكون المقله تاعك عنده غطاء، لا ما عندكش ما عندكش مغلاق تاع المقله، راح تجيبي الالومنيوم وديري شغل تغطي باش الهواء ما يخرج، يعني ما تسربش الهواء، يقعد لك فما باش الجينواز تاعك طيب لك غايه كانك طيبتيها في الفور. يا البنات تخرج روعه 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 وتخرج خفيفه، صدقوني بنه ولا اروع. صدقوني جربوها ماكمش رايحين تندموا. راكم شفتوا المقادير هنا البنات كما راكم تشوفوا. راح نسقيها كيما هكا، انا سقيتها شويه. ليسونسيال دوكا نديرهم على بعضهم بعض ونديرهم في الفريجيدير ونخليهم يبردوا. هنا صنعتها صباح والعشيه كملت لها التزيين تاعها، لازم تبرد. هاي عندك البنات هنا شوفوا كي جات هايله البنات. هنا صنعت 3 وعندي هذا الاطار رايحه نقص به هذوك الحواشي اللي يجوا شويه يابسين. هنا البنات كما شفتوا قصيتهم كامل، طلعت كريم شونتي. هنا كريم شونتي طلعتها بالحليب ولا بالماء كيما تحبي نتيا طلعيها كامل، تعرفوا تطلعوا كريم شونتي بلا ما نقول لكم. هاي عندك جينواز تاعي، هنايا صايم بعد لي قصيت هذوك الزوائد، راح نزيد نشربها لهنا البنات ثاني، يعني ما شربتهمش كامل، شربت غير وحده. ومن بعد كينا كنت حتى تبرد لي لقيتها سخونه، كون ندير عليها كريم شونتي وهي سخونه كريم شونتي رايحه تذوب لي ومش رايحه تصدق معايا. البنات راح نبدا ندير كيما هكا ونمشيها كامل فوقها ونعاود طبقه فوق طبقه حتى للاخير. وكي تكون عندك كريم شونتي يعني حاولي انك ديري طبقه مليحه. يعني هنا كان يعني كيما قلت لكم البنات
الشيء الموجود. يعني كانت عندك كريم شانتي شويه قليله، يعني بخلت عليها شويه انا بالكريم شانتي، من الاحسن تكثري بين الطبقات بتخرج لك شابه بزاف. حتى هكا وجات شابه بزاف، وجات خفيفه، وجات روعه البنات. الأخيرة هاي عندك راح نديرها هي الأخيرة، وراح نكمل التزيين تاعي البنات. إن شاء الله بربي تعجبكم هذا الكيكة المقلاة. تتقوني سهلة 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 وتكون ناجحة وما تطوليش وانتي تخدمي فيها. يعني 5 دقائق راح تكمليها وتطيبيها وتخليها تبرد، والعشية تكملي التزيين تاعها. هنا البنات كما شفتوا كل مره نسقي باش تجي النواص تاعنا مسقيه مليح. وهنا البنات كما راكم تشوفوا زدت كملت يعني زدت لها كريم شانتي من الفوق. وراح نكملوا الفيديو البنات، دوكا نزيد نكمل معاكم التزيين. عندي هذا الاطار البنات، شوفوا كيفاش يتفتح. هنا كي راني كاميري بيد وحده وريت لكم برك. هنا راني فتحته، راح نحيه كيما هكا. هنا شوفوا البنات دوكا نزيد وهنا البنات كان عندي الكاوكاو. درت له اطر الفستق وخليت شويه بيض وخلطتهم مع بعض. حاولت اني نخبي لهذوك الاطراف. قلت لكم ما كانش عندي الكريم شانتي بزاف، يعني كانت حاجه قليله. قلت مو علاش لا، معليش، المهم ندربها مع احباباتي. ونتمنى انكم نتوما ثاني راح تجربوها وراح تنجح معكم. والله العظيم البنه تاعهم ما تصدقونيش البنات، بنتها ولا اروع. صدقوني البنات، كملوا الفيديو حتى الاخير راح تزيدوا تشوفوا التزيين تاعها. راح نزيد نعطيكم فكره يعني كيفاش تصنعي سيبر كريم بلا ما تروحي تشريه، يعني غير في الدار وتخدميه لروحك. انا كما كنت تشوفوا دوك البنات، هنا شوفوا السيبر كريم. هنا درت الماء ودرت مغرف تاع نشا اللي هي مايزينا، ودرت مغرف تاع فلون. وراح نخلط فوق النار كما راكم تشوفون. نخلط حتى يعقد معايا هذاك وهنا الفلون اللي وديري مغرف سكر بلا ما ننساو. مغرف ولا زوج حسب ما مغرف ونص ولا زوج مغارف. هنا درت الفلون تاع الليمون البنات تاع نواره، راه يجي فيه بزاف ليغو. درت تاع الليمون، خرجت لي روعه في البنه البنات. نتمنى انكم كيما قلت خياتي بلا ما تشري سيبر كريم ولا حتى حاجه غير في الدار وراح تخدميه ويخرج معاك تحفه البنات. خليه كيما هكا. هاو عندك بدا شتو كيفاش كان يبان كيما الحليب. وهنا ها اللون تاعو تغير. هنا راح نديرو دوكا في حاجه نديرو في بول ولا حاجه، ندخلو فريجيدان ونخليه حتى يبرد. شكون نديرو كيما هكا على ال جينواز تاعي. هذيك كريم شانتي راح تذوب لي كامل، لازم حتى يبرد. من بعد اللي برد البنات سمحوا لي هنا حتى المقطع تحذف لي. بعد اللي برد درتو كيما هكا، خلطيه مليح. عاودي تسيبي شويه جامد تخلطيه مليح مليح بيدك ولا بالسباتيل ولا بالمعروف ولا بالفرشيطه ولا بالباتيل. ليسونسيال تخلطيه مليح مليح حتى يولي لك كيما هكا. تحطيه على لاطاغ تاعك وتكملي التزيين. هنا بالنسبه باش كتبت هذه ماشي بالشيكولا، جيبي ياغورت كراميل شوكو هذاك، وزيد عليه شويه كاكاو اسود. يعني كاكاو اسود راح تزيدي عليه باش يعطيك اللون يكون غامق، باش تقدري تكتبي خير من ديري شيكولا ولا حتى حاجه. ديري في كاش بوش ادوي ولا ما على بيش حاجه اللي تكون عندك هذوك تاع البلاستيك، وحاولي انك تكتبي. البنات انا تحتف لي المقطع كي كنت ندير في التزيين هذا. سمحوا لي البنات، واذا حبيتوا طريقه التزيين يعني كيفاش درت لاخر كتبوا لي في الكومنتير وراح نعاودها ان شاء الله. يعني هي سهله ما فيهاش مقادير بزاف، تقدري تفرحي بها حتى ولادك في مثلا عيد ميلاد ولا حاجه. عندي هذه الحلوى شيكولا جايه من داخل فيها غوفريت. دير الفراك للباكي راني راح تكفيك للتزيين. بالنسبه للتزيين يعني يكون اختياري لكم، يعني تزينوا كيما حبيتوا نتوما. كيما راكم تشوفوا البنات هاي عندك. يعني هنا راح نكمل لها التزيين تاعها كامل البنات. وهنا نقول لكم سنه سعيده 2021 ان شاء الله بربي تدخل علينا بالخير والرزق والمال والصحه والعافيه. ونقولوا واش نقول خياتي كامل كيما انا دائما ندعي لكم في لي فيديو تاوعي. اللي مريضه ربي يشافيها، واللي محرومه ربي يفرحها بالذريه ان شاء الله. وانا اللي راهم قاتليني بزاف 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 اللي يعني
دايما يقولوا لي بلي ادعي لنا باش ربي يرزقنا بذريه، والله العظيم يعني دايما ندعي لكم، دايما ندعي لكم وان شاء الله دعوتي تكون مستجابه. وانتم ثاني حباباتي ادعوا لهم، يقول لك دعوه من عند 40 واحد غريب تكون مستجابه. وادعوا ثاني كامل الناس اللي ما عندهمش واللي لا غالب عليهم، ادعوا لهم ربي يرزقهم بالمال الحلال ان شاء الله. كما الاخت اللي قلت لكم عليها اللي في الخبيزتي تسكن كم سامي سبيطار، قلت لكم عندها يعني موهبه، والموهبه تاعها ما صابتش كيفاش تخرجها. يعني نتمنى كامل راح نساعدوها. راح نحط لكم كيما قلت لكم خياتي لي فيديو. هنا احتفلت مره ولا حطيت في داري، كنت صغيبه يجوا عندي، بعد ما جاوش عندي رفدت لاطار تاعي ورحت عند دار عجوزتي لهنا انا وسلافاتي ليسونسيال، وكملنا الحفله تاعنا. يعني درتها غير هكا، درنا غير هذا مكان، يعني مشينا لي مقصرات لي حتى حاجه. ونتمنى البنات كامل كيما قلت لخياتي اللي مش مشتركه في القناه نتمنى تشترك وتفعل الجرس باش يولي حقها كل جديد ان شاء الله يا ربي. راح نقسم لكم لهنا ونقول لخياتي باي باي، وتهلاو في رواحكم مع فيديو جديد ان شاء الله، ومع وصفات جديده، مع روتينات جديده، مع زياره للمحلات جديده. وما تنساوش الاخت تعيش وتعيشوا وما تنساوهاش. وراح نحط لكم مقاطع من الحاجات اللي راهي خدمته. انا نقول لكم باي باي وتهلاو في روحكم مع فيديو جديد.